ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى نزلت السوق وقلت أجيب خضار الأسبوع، وحبيت أوريه بقى معاكم، أوريكم أنا جبت إيه من السوق الأسبوع ده. بس طبعا على أي حاجة وتنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو عجبتكم بس الفيديوهات البسيطة اللي أنا بقدمها. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم الحاجة اللي انا جبتها. بس السكينة هنا عشان كنت هبدأ اول المحشي. جايبة مجهزة المقاوير ومجهزة الحاجة اهو. بس قلت اوريكم الاول. النهارده لفيت السوق عشان خاطر الاقي بتنجان اسود، ما كانش فيه خالص. اصل احنا المحشي اساسي لازم بتنجان اسود، ده لازم. ما كنتش لاقيه في السوق خالص، لفيت السوق كل الاقي بتنجان اسود، كان كل موجود في السوق بتنجان ابيض بس. فقلت لا ما ينفعش كده، لو مش هعمل محشي. فالحمد لله يعني دورت ولفيت وتعب جه بفايده ولقيت بتنجان اسود. جبت اهو نص كيلو بتنجان اسود، نص كيلو بتنجان ابيض اهو. جبت نص كيلو فلفل، بص الفلفل الجميل كده. جبت نص. الاسعار طبعا انتوا عارفين، الاسعار انتوا عارفين. اول بتنجان الاسود ب15 وبتنجان الابيض ب12. الاسعار معروفه في كل مكان. والفلفل طبعا سعره برضو ايه، جبته ب12. بس الاسعار كلها معروفه. جبت نص ابيض ونص فلفل، وجبت نص ايه كوسه نفضيهم نفضيهم. جبت نص كوسه، كوسه جميله تحسها قصيره كده مقلبظه حلوه كده اهو. نص كوسه. انا جبت بقى ايه 2 كيلو بطاطس. البطاطس دي ما بستغناش عنها خالص. جبت 2 كيلو كده. يعتبر حاجه ايه، حاجه الاسبوع. مجرد بقى ايه انا اعمل محشي النهارده، بكره مثلا اعمل صينيه بطاطس، بعديها بقى اعمل حاجه تانية بقى. يوم الجمعه ناكل اي حاجه عاديه، وبعد كده ارجع اعمل اكل بقى تاني يوم ايه، يوم السبت. يعني ممكن يوم الجمعه اعمل يا اما ناكل فول وطعميه، يا اما اعمل عدس وبصل كده، يعني حاجه بسيطه. البطاطس كده بقى ايه نخلي البطاطس على جنب. ادي كده الايه بصوا الخضره اهو، 5 حزم اهو ب5 جنيه. الخضره بتاعت المحشي ودي اهو باميه، جبت نص كيلو. بصي صفحه الباميه حلوه قوي، حلوه قوي الباميه الايام دي، صفحه جميله. ده جبت نص كيلو برضه. وده ايه البصل، جبت 3 كيلو بصل. طبعا البصل ايه يعني بجيبه مجرد ما يقرب يخلص بجيب تاني. يعني انا جبت 3 كيلو يقعدوا معايا ايه على حسب بقى ما يقعدوا بقى، على حسب الاكل اللي انا هعمله اهو. جبت هناك عربيل كده الحاجات دي يا حبيبه. هنا ايه 2 كيلو طماطم انت عشان تحطش نص بعضيها. دي بص الطماطم ايه صفحه وجميله، بص عامله زي التفاح، بص جميله. والله ومش غاليه الطماطم الايام دي. يعني انا جايباها ب8 الكيلو وربع
كيلو وربع ب10. بصوا جميله ازاي كده الطماطم اهو. خليها على جنب بقى كده ايه جنب البصل جنب ايه تاني. بص كده في الشنطه نجيب الشنطه دي كده. جبت ايه ملوخيه. هنعملها النهارده جنب المحشي. بص جمالها وبص ورقتها. بص ورقتها بصوا عامله ازاي. بص الملوخيه بصوا جمالها. بصوا صبحه ازاي هتبقى جنب المحشي ايه حكايه. بصوا صبحه. بص الورق بتاعها صابح كده ومورد. زرعتها حلوه. دي الملوخيه. شوف هنا بقى ايه الويكه بقى. بصوا جبت بقى كيلو ايه ويكه. خضر احنا بنحب الويكه قوي. انا ما بحبش اجيبها اللي هي الشيخه الكبيره قوي دي، لا بحب اللي اجيبها دي. بس بتبقى صبحه وجميله. انت اصلا تعرفي الويكه الحلوه منين؟ بصوا هي اصلا شكلها اصلا صبح. بس شايفين القطمه دي ايه دي كده بتدلك ان الويكه صبحه. هي كده كده اصلا يعني. انت لما تيجي تنقي ويكه بصوا تعملي حركه. شايفه انا بتكلم وانا بعملها. بصوا شايفين خضرها. بصوا كده الويكه الايه الويكه الصبحه. انا جايبه الويكه والباميه. ادي الشنطه اللي فيها الباميه. بصوا الباميه. بصوا الباميه شكلها صابح وحلو. دي الباميه تمام. دي بقى الويكه. بصوا القطر شويه منها. دي الويكه ودي الباميه. بصوا الباميه شكلها حلو. دي الويكه. وجبت ايه تاني. جبت هنا نص كيلو فلفل حامي تمام. وهنا جبت كيلو خيار. بس الخيار ايه محفوظ جوه في الفلفل. مش عارفه جبت كيلو برضو. خيار محفوظ جوه في الشنطه. بقيته جوه. نص كيلو خيار ونص كيلو فلفل. عشان طبعا السلطه لازم الخيار ده يبقى موجود على طول. ما اقدرش استغنى عنه خالص في التلاجة. وهناكل خضار من غير ما نحلي؟ لا طبعا لازم نحلي. فقلت اجيب ايه بقى للتحليه. اوعى بقى الجامد بقى. يا نهار ابيض. بص جمالها مش عارفه احضر اهو. بص الجمال. بص البطيخه. لازم بقى التحليه لازم. لازم الحل. بصوا جمالها. عايزه افتحها معاكم. بطيخه بس لا. وجبت اناناس. الاناناس ده بس كده. طب ما ممكن في حد ايه. هو طبعا البطيخ ما فيش حد ما بيحبوش. كله بيحب البطيخ. والاناناس ممكن حد يحبه ممكن ما يحبوش. بس كده لا كمان. قلت بقى ايه اجيب لهم بقى اكتر حاجه هم بيحبوها. يا نهار ابيض مش باينه. الخوخ. جبت لهم خوخ. بص الجمال. ثانيه بس الصفرة اللي جايه في الكاميرا. بصوا اهي. روحي انت.
بس الخوخ وجماله، هم عندي بيعشقوا حاجه اسمها خوخ. بصوا جبت لهم اتنين شبه، مش حرمهم من حاجه خالص. ادي الخوخ وادي البطيخه والاناناس، يا نهار ابيض، وادي الخضار، مش من اي حاجه خالص. كده ده كده خضار الاسبوع. وجبت لهم الفاكهه كمان. ناقص بس ايه، تعملوا لي لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده لو عجبتكم بس الفيديوهات البسيطه اللي انا بعملها. واقول لكم اتفضلوا معانا في المحشي. يلا تعالوا وانا اعمل لكم احلى محشي عشان ما اطولش عليكم بقى. ما تنسوش قلت لكم في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. يلا اقول لكم بقى ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.